السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة ميس العسري، بقدم فيديوهات بتهتم بصحة وجودة وسلامة الأغذية. سألتوني كتير جدا عن زبدة المصريين وعن أفضل مكان تشتروا منه زبدة فلاحي، وهل فعلا زبدة المصريين بديل للزبدة الفلاحي ولا لأ. الفيديو ده إن شاء الله مهم جدا لكل الناس اللي عايزة تعرف تفاصيل كتيرة عن زبدة المصريين. هنقول فيه معلومات كتيرة قوي عن الزبدة دي، وهنعمل مقارنة بسيطة بين زبدة المصريين والزبدة الفلاحي، ونقول أيهما أفضل ولماذا. تابعوا الفيديو للنهاية. بس طبعا قبل ما ابدا الفيديو، عايزه اللايك الجميل بتاعكم، واي حد عنده سؤال او استفسار يسيبه في الكومنت وانا برد على الكومنتات على طول. زبدة المصريين هي إنتاج شركة المصريين فودز، وده اللوجو بتاعهم. ودي شركة بتسوق منتجاتها أونلاين، ملهاش فروع أو مركز تقدر تروح له كده أو تشتري منه. شركة المصريين فودز دي عندها زبدة بقري وزبدة جاموس، وعندها زبدة اسمها المصريين اللي هي اللي معانا دي زبدة المصريين، وعندها زبدة اسمها زبدة خير المصريين. وتعالوا نفرق بين الاتنين، وده على حسب كلام الشركة نفسها. زبدة المصريين على حسب كلامهم مخلوطة بقليل من اللبن. الزبدة اللي معانا دي على حسب كلام الشركة مخلوطة بقليل من اللبن، في حين ان زبدة خير المصريين المفروض ان مش مخلوطة بلبن، ان هي مخدودة كويس يعني زي ما بيقولوا، ونسبة التصافي السمن بتاعها اعلى. بمناسبة زبدة خير المصريين بيقولوا عليها الزبدة بديل نيوزيلندي، وطبعا سعرها اعلى من الزبدة اللي معانا اللي هي زبدة المصريين. يبقى احنا كده فرقنا اول حاجه بين زبده المصريين وزبده خير المصريين، وهما الانتاج، هما الاثنين انتاج نفس الشركه اللي هي شركه المصريين فودز. تعالوا بقى نفرق بين زبده المصريين الاصليه وزبده المصريين المضروبه او التقليد. هو في زبده مصريين مضروبه؟ في. اول حاجه لما تيجي تشتري الزبده اشتريها من المصدر بتاعها. احنا قلنا ان هي انتاج شركه المصريين فودز، وسبت لكم اللوجو بتاعها، ولو عايزين كمان رابط الشركه هسيبه لكم في التعليقات او اسفل صندوق الوصف. يبقى اول حاجه لما باجي اشتري بشتري من الشركه نفسها او في حد موثوق منه، يعني حد مثلا مكان انت عارفاه واثقه منه بيجمع لهم اوردرات مثلا او كده وبيجيب منهم. تمام، زي ما انا عملت كده. انا ما جبتش من الشركه نفسها، انا جبت من حد موثوق منه بيجيب من الشركه نفسها. تاني حاجة ان بيكون العبوة الاصلية بتكون جوه باكج خارجي اللي هو ده. الباكج الخارجي ده بيكون مطبوع عليه او مكتوب عليه الخط الساخن بتاعهم اللي هو 17139. هو نفس الخط الساخن ده هو نفس الخط برضو اللي مكتوب على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك. يبقى هي اول حاجة بشتري من المكان يكون اصلي ويكون واثقة منه. تاني حاجة في باكج خارجي او تغليف خارجي للعبوة اللي هو ده. تالت حاجة بيكون مكتوب عليها الخط الساخن بتاعهم. طب تيجي نفتحها بقى، نشيل الباكج ده ونفتح كده الكيس من جوه. ده كان الباكج، خلاص مش عايزينه في حاجة. من جوه بقى اهيت، دي زبدة المصريين مكتوب عليها طبعا، ده طبعا الموقع بتاعهم بيقولك انك تقدر اطلب اونلاين من خلال الموقع ده، لان هم اصلا زي ما قلنا شركه تسويق اونلاين، وده الموقع بتاعهم. وبيقولك ان هي مكونه من قشطه اللبن البقري والجاموس. طبعا البقري الزبده البقري من البقر، والزبده الجاموس من الجاموس، معروفه يعني. ودي اهيت شركه المصريين، زبده المصريين، وده اللوجو بتاعها. بيقول ان هم نسبه الدهن من 80 ل 88%، ودي نسبه ممتازه جدا لو هي فعلا كده. تمام. الصلاحية 6 شهور، وان هي طبعا تكون محفوظة في درجة حرارة لا تقل عن 5 درجة مئوية، يعني في التلاجة او في الفريزر، يفضل حفظها في الفريزر طبعا. ده وزن كيلو اهيت. وهنا برضو مكتوب عليها او مطبوع عليها زبدة المصريين، وان هي انتاج شركة مزارع المصرية او مزارع المصريين بالشرقية، وفي رقم تليفون وفي خط ساخن. وبرضو نفس رقم التليفون والخط الساخن هو نفسه اللي مكتوب على صفحة الفيسبوك بتاعتهم. لو لقيت اي رقم تاني غير الارقام ديت تبقى دي على طول زبدة مضروبة، ومش هي دي الزبدة الحقيقية. دي عندنا اهيت، دي الزبدة البقري، زبدة المصريين البقري، ودي زبدة فلاحي بقري فلاحي. هنفتح برضو الاسترتش ده عشان نشوف اللون ايه. هما يا جماعة يعني عاملين 1000 كيسة ما شاء الله. في باكج خارجي، وبعد كده في لفة استرتش اهيت، وبعد كده في كيس تاني جوه اهو اهي.
طيب احنا كده بقى نحتاج ان احنا نجيب مقص عشان خاطر ان احنا نقطعها. هستأذنكم ثواني نجيب مقص. ودلوقتي يلا نقارن بين الزبدة الفلاحي البقري وبين زبدة مصريين البقري برضو. اول طبعا فرق ما بينهم هو الفرق في السعر. يعني بتاريخ النهاردة الزبدة الفلاحي البقري عاملة 165 جنيه، في حين ان الزبدة المصريين عاملة 135 جنيه للكيلو بدون مصاريف شحن. يعني لو انت شاري كمية على بعضها الكرتونة ال10 كيلو، او شاري اوردر كبير مثلا، او في عرض شحن مجاني، فالكيلو هيقف عليك ب135 جنيه، في حين ان انت لو هتدفع مصاريف شحن فهيكلفك اكتر من كده. يبقى اذا فرق السعر ما بينهم 30 جنيه في حال عدم وجود مصاريف شحن مع زبدة المصريين. دي اول حاجة. تاني حاجة هو الفرق في اللون، واعتقد الفرق واضح جدا. زبدة المصريين البقري بتاعتها اللون فاتح جدا بالنسبة للزبدة البقري الفلاحي. طبعا برضو الزبدة الفلاحي بتاعتنا ديت لونها فاتح، يعني في لون زبدة بقري بيكون اغمق من كده. بيكون حاجة من الاتنين، اما ان هم ضايفين للزبدة الفلاحي كركم او ان هي فعلا لونها كده. خليني اقول لكم ان الفرق في اللون ما بيمثلش معايا انا شخصيا مشكلة، لان ممكن يكون السبب في الالوان ديت هي اسباب طبيعية، زي مثلا السلالة بتاعت الابقار نفسها. هل الابقار ديت فريزيان ولا هولشتاين ولا سيمنتال ولا جيرسي ولا بلدي ولا نوعها ايه بالظبط؟ طبعا الفرق في السلالة ممكن يعمل فرق في لون اللبن. كمان التغذية بتاعت الأبقار نفسها، يعني الأبقار اللي بتتغذى على أعلاف غنية بحاجات فيها نسبة البيتا كاروتين عالية، زي مثلا الذرة الصفراء هيكون لبنها أصفر وبالتالي القشطة صفراء، والزبدة بتاعتها هيكون لونها غامق. بالظبط نفس الفكرة في البيض وصفار البيض. ساعات بنلاقي صفار البيض فاتح وساعات بنلاقيه غامق قوي مدي على لون الأورنج. ده برضو ممكن يكون السبب فيه التغذية. تالت حاجة هنفرق فيها بين الزبدة البلدي وبين زبدة المصريين هي نسبة التصافي. يعني كل كيلو من الزبدة هيطلع لي قد ايه سمنة. طبعا ده وزن كيلو زبدة فلاحي، وده برضو وزن كيلو. هنسيح الزبدة وهنشوف السمنة مواصفاتها ايه، هل هي مرملة، الترميلة بتاعتها عاملة ازاي، ريحتها عاملة ازاي، وهنشوف كمان كمية المرطة اللي طالعة وكمية الخضر اللي طالع او كمية السوائل الموجودة فيها قد ايه. هنسيح الزبدة ونشوف الاخبار ايه. دلوقتي عندنا دي الزبدة الفلاحي اهيت على النار، وكمان عندنا برضو ديت الزبدة اهيت المصريين برضو على النار بدأت تسيح. انا طبعا مش هتكلم بالتفصيل عن تسييح الزبدة، لان انا عامل لكم فيديو في القناة قبل كده عن تسييح الزبدة البلدي. الفيديو كامل بيتكلم عن تفاصيل التسييح وازاي بنسيح الزبدة. كل بس اللي هقوله لكم دلوقتي ان احنا هنحط معلقة صغيرة من الملح على الزبدة. كل كيلو زبدة بياخد معلقة صغيرة من الملح. وطبعا دي الزبدة الفلاحي هتطلع، وحط كمان لزبدة المصريين، وهسيبها لحد ما تستوي خالص وارجع لكم كمان شويه. دلوقتي بعد ما سيحنا الزبده تعالوا نشوف النتيجه ايه. ده الزبده الفلاحي بعد ما سيحناها طلعت لنا 725 جرام من السمنه الفلاحي. ودي زبده المصريين بعد ما سيحناها طلعت لنا 740 جرام، يعني في 15 جرام زياده لصالح زبده المصريين. دي طبعا المرته اللي طلعت من زبده الفلاحي، ودي المرته اللي طلعت من زبده المصريين. بس عايزه اقول لكم الحاجه يا جماعه، بغض النظر عن نسبه التصافي او نسبه السمنه اللي طلعت عندنا، وانا بسيح الزبده الفلاحي ريحتها قلب الشقه، يعني ريحتها ممكن تكون جايبه لاخر الشارع. الكلام ده محصلش خالص مع زبده المصريين. زبده المصريين انت بتعمل مجهود كده على ما تقعد تشمشم فيها، سوري في اللفظ يعني، على ما تشم على استحياء كده ريحه زبده فلاحي او سمنه فلاحي. فقولا واحدا وعشان اخلص الفيديو وانهيه، الزبده الفلاحي رقم واحد لا يعلى عليها. رقم اتنين الزبدة المصريين. هي كل الناس اللي كانت بتسألني لبديل الزبدة الفلاحي او نجيب بديل لها منين، لا يعلى على الزبدة الفلاحي وملهاش بديل. طبعا ما تنسوش تشوفوا فيديوهات الزبدة المنشورة على القناة، هتلاقوا اكتر من 4 فيديوهات عن الزبدة، ازاي نكشف غش الزبدة والفرق بين الزبدة الفلاحي وزبدة المزارع وتسييح الزبدة والمرتة وحاجات تانية كتيرة وفيديوهات تانية كتيرة هتلاقوها ان شاء الله على القناة. اللهم ان كان من خطأ او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وان كان من احسان وتوفيق فمن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.